اوكي. كده قدرنا نوصل للجزء الثاني، الجزء الاخير، وهو the action potential. اوكي. the action potential هو I guess ان هو اسمها بالعربي استثارة الخلية او فعل الجهد something like that. اوكي، بس الجزء دوت يحتاج تركيز شوية لانه نسبيا بيلخبط، ف I will do my best. اوكي، اول حاجة هو ايه الاكشن بوتنشال؟ اول حاجه بيقول لك ان الاكشن بوتنشال دوت هو عباره عن rapid sequence of changes of the voltage across the membrane. يعني ايه من الاخر؟ يعني عباره عن شويه تغييرات في الفولتج across the membrane، او بطريقه تانية تعريفه بالعربي هو عباره عن شويه تغيرات ايونيه وتغيرات كهربيه لاستثاره الخليه. تمام؟ يعني هو من الاخر بيعمل لك زي شويه changes في الفولتج across the membrane بتاع النيورون، وهنعرف ازاي التشنج ده بيحصل. اوكي، طب هو احنا ليه محتاجين نعمل تشنج ونوجع دماغنا بحاجه زي دي؟ ايه فايدتها اصلا؟ اوكي، فايدتها بقى ان هو من الاخر يعني by the simplest way هي بترانسميت الانفورميشن from one place to another. اوكي، هي بتنقل لك الانفورميشن من نيورون لنيورون تانية، او من مكان لمكان تاني، من نيورون لحد السيل المستهدفه، الخليه المستهدفه. يعني من الاخر بتنقل لنا معلومه من مكان لمكان. تمام؟ اول حاجه لازم نعرفها هو تيرمينال او مصطلح اسمه the resting membrane potential. يعني ايه resting membrane potential؟ resting membrane potential هو الحاله مش هنقول الايدل الى الحاله النموذجيه، بس هنقول هي الحاله الطبيعيه النورمال للخليه انها تبقى فيها، اللي هي ايه اصلا؟ بيقول لك ان النيورون بتمنتين difference in electrical charge across its membrane. يعني من الاخر دايما بيبقى في فرق جهد، دايما بيبقى في potential، في فرق بين الالكتريك تشارج اللي جوه الممبرين، اللي جوه النيورون، اللي جوه السيل، وفي فرق بينها وبين التشارج اللي بره السيل من بره. تمام؟ بيقول لك بقى ان النيورون بتمنتين الديفرنس دوت، بتهتم انها تحافظ عليه. ليه؟ لان هي دي الحاله النورمال بتاعتها. تمام؟ بيقول لك حيث ان انسايد، بيقول لك ان inside being negatively charged relative to outside. يعني بيقول لك ان هو بالنسبه لها جوه الخليه inside the cell بيكون negatively charged relative to outside. يعني بيكون اللي جوه negative relative to outside، يعني جوه negative ions نسبيا عن اللي بره، بتكون الاكتر positive ions خارج الممبرين. تمام؟ بيقول لك بقى ان هي typical around negative 70 ملي فولت. النيجاتيف بقى اللي جوه النيورون دي اللي هي بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف. البوتنشال ديفرنس دوت بيكون مقداره قد ايه؟ بيقول لك ان مقداره نيجاتيف 70 ملي فولت. احيانا ممكن يقول لك 95 نيجاتيف 95، الكلام ده كله، بس دوت بيختلف من سيل ثانيه. انا اخترنا الرقم دوت كانها ايديال سيل. اوكي، تمام؟ ايديال نيورون يعني حاجه نموذجيه. تمام؟ بيقول لك بقى ان الكلام دوت بيمنتين ازاي، او الخليه بتحافظ عليه ازاي؟ بتقول لك بيمنتين باي صوديوم بوتاسيوم بامب. كمعلومه الصوديوم بوتاسيوم بامب دي بتشتغل بالانرجي، بتحتاج طاقه. ايه السورس بتاع الانرجي بتاعها؟ هو الاي تي بي، ادينيزين تراي فوسفات، وهنتعرف عليها كمان شويه. تمام؟ بيقول لك ان هي اكتفلي، بطريقه اكتف. اول ما تشوف كلمه اكتف وترانسبورت يعني اكتف وحاجه ليها علاقه بالنقل، اعرف كلمه اكتف دي بتعرفك ان في نيد انرجي، وزي ما قلنا السورس بتاع الانرجي بتاعها بالاي تي بي. تمام؟ بتقول لك بيترانسبورت ال Na positive out of the neuron and K positive into the neuron. معلومة برضو تانية، هي بتطلع 3 صوديوم، 3 ايونات صوديوم بره السيل، وفي المقابل بتدخل 2 ايون بوتاسيوم جوه السيل. اوكي، وكمان بيقول لك ان هو بالباسيف ديفيوجن ايونز through the selective ion channels. اول ما تشوف باسيف ديفيوجن او باسيف ترانسبورت او الكلام ده كله، كلمه باسيف هي عكس كلمه اكتف. كلمه باسيف يعني دي حاجه ترانسبورت بيحصل من غير نيد للانرجي، هي يعني هي it don't need energy. اوكي، هي مش محتاجه انرجي عشان تحصل. ده بيحصل بسبب ان في جرادينت، او في مكان في يعني كونسنتريشن عالي جدا من الايونات الموجبه، وهو مكان يعني اقل كونسنتريشن، فالمواد بتتنقل بطريقه باسيف، يعني فبيحصل لنا حاجه اسمها باسيف ديفيوجن من غير ما نحتاج لاي انرجي، وهنتعرف على كل دوت دلوقتي. تمام؟ ده كله احنا لسه ما دخلناش
في البوتنشال ديفرنس، ما دخلناش في الاكشن بوتنشال، بس عرفنا ان في حاجه اسمها ريستنج ممبرين بوتنشال. باختصار تاني، ايه ريستنج ممبرين بوتنشال؟ ريستنج ممبرين بوتنشال هي الحاله الايديال اللي النيورون او السيل تكون موجوده فيها، اللي هي ايه؟ ان هي تكون في بوتنشال ديفرنس، في بوتنشال ديفرنس وفي فرق في الالكتريك تشارج بين جوه الممبرين جوه السيل وبين خارج السيل. طب البوتنشال ديفرنس ده مقداره قد ايه؟ مقداره نيجاتيف 70 ملي فولت. طب ازاي بنحافظ عليها؟ بنحافظ عليها بحاجتين: الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي بنستخدم فيها الاي تي بي كمصدر للطاقه، وتاني حاجه الباسيف ديفيوجن اللي مش بنحتاج فيه اي طاقه. دلوقتي هنبدا نتعرف على ازاي بيتم بنجنريت الاكشن بوتنشال. اول حاجه عندنا حاجه اسمها بولاريزيشن. كلمه بولر جايه من كلمه بولز اللي هي اقطاب، في نيجاتيف في بوزيتيف، اقطاب مختلفه. فكلمه بولاريزيشن معناها ان في اقطاب اقطاب ديفرنس، في اقطاب ديفرنت، اوكي؟ ان في عندنا حاجه بوزيتيف وحاجه نيجاتيف. فبيقول لك هي دي النورمال ستيت اللي احنا لسه متكلمين عليها، اللي هي الريستنج ممبرين بوتنشال. تمام؟ نبدا بقى اول ستيب من الستبس بتاعت الاكشن بوتنشال، حاجه اسمها دي بولاريزيشن. كلمه بولاريزيشن قلنا ان في جوه السيل نيجاتيف وبره السيل بوزيتيف، تمام؟ وهي السيل قلنا بتحافظ على دوت. دي بولاريزيشن يعني دي يعني ديكريز. هنحاول ان احنا نقلل البولاريزيشن دي. هنقللها ازاي؟ باننا نرفع من مستوى الحاجات الاينز اللي جوه السيل او جوه النيرون جوه، ونخليها تقرب من الموجب، ترفع لفوق ترفع لفوق لحد ما نقلل البولاريتي او البولاريزيشن والفرق بين الالكتريك تشارج بين جوه الخليه او بين خارج الخليه. ده بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق ستيمولس. يعني ايه ستيمولس؟ يعني حاجه محفزه. مش هنعرف انواع المحفزات دلوقتي لانها مش مهمه، بس هنكتفي ان احنا نعرف ان الديبولاريزيشن بيحصل عن طريق ستيمولس. ستيمولس بيكوز نيرون از ممبرين بوتنشال تو بيكم ليس نيجاتيف، يعني بيبقى اقل نيجاتيفيتي، بيبقى ايه؟ بيبقى مور بوزيتيف لحد ما يريتش حاجه اسمها ثريشولد. الثريشولد دي هي around نيجاتيف 55 ملي فولت. انا مش فاهم حاجه، يعني ايه اللي انا بقوله دوت؟ اول حاجه قلت لك الديبولاريزيشن بتحصل عن طريق حاجه يعني لازم يحصل ستيمولس. الستيمولس دي بتعمل ايه؟ الستيمولس دي بتعمل تحفيز للصوديوم تشانلز اللي موجوده في الممبرين بتاع السيل. فايه يحصل؟ ان هو عندنا تركيز للصوديوم اينز بره السيل، وفي تركيز للبوتاسيوم اينز جوه السيل، بس ستيل المواد النيجاتيف جوه السيل اكتر بكتير من المواد البوزيتيف. عندنا مثلا فوسفور، عندنا كلورايد، عندنا حاجات كتير برضو مش محتاجين ان احنا نعرفها. هنكتفي بس ان احنا نعرف ان الحاجه الايون البوزيتيف اللي جوه السيل هو البوتاسيوم، بس الحاجات النيجاتيف غالبه عليه، والحاجات البوزيتيف اللي بره السيل اللي هي اصلا الاكثريه هي دي الصوديوم ايونز، تمام؟ فاول ما بيحصل الستيمولس دوت بيعمل ايه؟ بيعمل تحفيز للصوديوم تشانلز اللي في الممبرين. فبتعمل ايه؟ بيفتح الصوديوم تشانلز، تمام؟ بيفتح الصوديوم تشانلز. اللي بيحصل الصوديوم بيبدا يدخل من بره الممبرين بتاع الخليه، من بره الخليه، من بره، من التركيز العالي للتركيز الاقل. فايه يحصل لما حاجات لما ايونات موجبه قاعده تدخل للسيل اللي هي اصلا سالبه جوه الحاله المثاليه بتاعتها سالبه كده؟ البولاريزيشن قاعده تقل، وحاله الخليه قاعده انها تقرب للموجب وتفقد النيجاتيفيتي بتاعتها، لحد ما نوصل لحاجه اسمها الثريشولد. ايه الثريشولد دي زي بوابه العتبه، يعني بالعربي اسمها بوابة العتبة أو حاجة زي كده، يعني عتبة الجهد، يعني اسم غريب شوية، بس هو بالإنجلش اسمها ثريشولد. إيه يعني إيه الثريشولد دي؟ الثريشولد دي أول حاجة مقدارها بيكون نيجاتيف 55 ملي فولت، وساعتها في الجيتد بتاعة الصوديوم تشانلز بتفتح. طب هو احنا اصلا مش لسه قايل ان الصوديوم تشانلز فتحت، فالصوديوم قاعد يدخل من بره ويدخل لجوه؟ عندنا نوعين من التشانلز، تمام؟ اول نوع من التشانلز ده نوع بيفتح بالستيمولس وبيقفل برضه بالستيمولس بالمحفزات، تمام؟ ده نوع اللي فتح في الاول، اول ما حصل الستيمولس. مش مهم نعرف انواعها دلوقتي، هنكتفي نعرف بس الموضوع ده هو اوكي. اول ما حصل عندنا ستيمولس ساعتها التشانلز بتاعه الصوديوم
فتحت التشانلز بتاعت الصوديوم اللي موجوده في الممبرين، فتحت في الصوديوم عدى لحد ما وصلنا للثريشولد. الثريشولد خلاها تبقى اقل نيجاتيف، تتنقل من نيجاتيف 70 لنيجاتيف 55. لما وصلت لنيجاتيف 55 ملي فولت اللي هي العتبه او الثريشولد، ايه اللي حصل؟ ساعتها الفولتج جيتد ان ايه بوزيتيف تشانلز اوبن. يعني ايه؟ زي ما قلت لك ان في تشانلز بتفتح بالستيمولس، وفي تشانلز بتفتح بتغير الفولتج. اول ما الفولتج اتغير ووصل عند سالب 55، ساعتها الفولتج جيتد ان اي بوزيتيف تشانلز اوبن فتحت. تمام؟ عشان كده الحته دي او النقطه دي مميزه، فاديناها اسم وسميناها ثريشولد. لازم تكون نوصل للثريشولد دي اللي هي مقدارها سالب 55 ملي فولت، عشان بقيه الجيتد بتاعه الصوديوم اللي هي بتفتح بتغير الفولت تفتح، والصوديوم يدخل اسرع ويدخل بكميه اكبر. تمام؟ فبيقول لك انها بتالاو ال Na positive rush into the cell، ان هو يدخل للسيل. تمام. ندخل بقى على الستيب اللي بعدها، وهي الرايزنج فيز. احنا لسه قايلين ان وصلنا للثريشولد، فجاه راحت كل البوابات بتاعه الصوديوم اتفتحت، راح حصل رايزنج فيز. بعد ما كان عندنا كام بوابه فتحوا بسبب التحفيز او الاستيمولس بس، لا، بعد ما وصلنا للثريشولد بقى عندنا البوابات فاتحه بسبب الاستيمولس، والبوابات الثانيه الفولتج جيتد ان اي بوزيتيف تشانل هي كمان فتحت. فكده الان اي بقى يدخل من كل حته وبقى يدخل بكميه كبيره، فكده الرايزنج فيز يعني حاجه بتزيد. فبيقول لك ان هو ايه رابيد انفلكس اوف ان اي بوزيتيف. رابيد يعني حاجه بتحصل بطريقه سريعه ورا بعض. انفلكس يعني دخول للان اي بوزيتيف. الكلام ده بيسبب ايه؟ بيسبب ان البوتنشال ديفرنس اكروس ذا ممبرين يوصل لبوزيتيف 40. لبوزيتيف 40 انتقلنا من نيجاتيف 70 او نيجاتيف 70 لبوزيتيف 40 او بوزيتيف 40. يعني شوف انتقلنا قد ايه، لحد كل الصوديوم يفضل يتدفق لحد ما نوصل للحته دي نيجاتيف 40. ممكن في كتب تلاقي فيها نيجاتيف 35 ومواقع برضو، فالكلام دوت بيختلف من خليه لخليه. احنا واخدين الحاجات دي از اكزامبلز. اوكي؟ بعد كده بقى، بعد ما حصل الرايزنج فيز اللي فجاه البوزيتيفيتي بتاعه الخليه اكروس ذا ممبرين قاعده تزيد بسبب الانفلكس الكتير بتاع ال ان اي بوزيتيف خلال التشانلز بتاعته، بعدها بيبدا يحصل حاجه ريبولاريزيشن. اول ما وصلنا عند النيجاتيف 40 او يعني لو وصلنا للرايزنج فيز اعلى نقطه فيها، لازم نقف دقيقه ونقف ثواني. الحداد لا، اكيد مش هنقف وقفه حداد، هنقف وقفه هنا عشان نعرف ان في حاجات حصلت عند اللحظه دي. كده الاكشن بوتنشال بتاعنا يعتبر حصل. وعند اللحظه دي كمان يعني الجيتد بتاعه الصوديوم كلها بتقفل. وعند اللحظه دي كمان تالت حاجه بتحصل، الجيتد بتاعه البوتاسيوم بتفتح. ليه فتحت عشان وصلنا للفولتج المناسب انها تفتح، فعشان كده اسمها فولتج جيتد بوتاسيوم بوزيتيف تشانلز. تمام؟ هي اسمها كده، اسمها فولتج جيتد لانها بتتاثر وبتفتح وبتقفل بتغير الفولتج. فاول ما وصلنا لقيمه الفولتج المعينه اللي هي احنا كاتبينها هنا 40، في ايه حصل؟ ثلاث حاجات حصلت. اول حاجه كده الاكشن بوتنشال بتاعنا حصل، تاني حاجه التشانلز بتاعه الصوديوم قفلت، ثالث حاجه التشانلز بتاعه البوتاسيوم فتحت. ليه بقى التشانلز بتاعه البوتاسيوم فتحت عشان نعمل حاجة اسمها ريبولاريزيشن. الريبولاريزيشن كلمة ري اللي هو إعادة، عايزين نرجع البولاريزيشن والحالة الطبيعية الستاندرد بتاعة السيل. فبيقول لك بقى إن الفولتج جيتد إن A بوزيتيف تشانلز كلوز بتتقفل، والفولتج جيتد K بوزيتيف تشانلز أوبن. زي ما قلنا البوابات بتاعة البوتاسيوم بتفتح عشان البوتاسيوم بقى يبدأ يهرب، عشان نقلل البوزيتيفيتي جوه الخلية. تمام؟ فبيقول لك ان الكي بوزيتيف راشز اوت اوف ذا سيل. تمام؟ وبيقول لك بقى ان السيل او النيورون بتريستورنج ذا نيجاتيف ممبرين بوتنشال، بتبدا بقى انها تستعيد النيجاتيفيتي بتاعتها. في حاجه هنا لازم نركز فيها، احنا هنا فوق واحنا بنقول الديفينيشن بتاع الاكشن بوتنشال، قلنا ان هو بيكون فيه تشينج في حاجتين. اول حاجه الالكتريك تشارج، وتاني حاجه في الايونز اللي موجوده.
هنا هي عملت ريستور للنيجاتيف ممبرين بوتنشال، بس عملت ريستور لحاجه واحده، عملت ريستور للالكتريك تشارج، انها رجعت النيجاتيفيتي بتاعتها لكن ما رجعتش الايونز بتاعتها. تمام. بعدها بيحصل حاجه بقى اسمها هايبر بولاريزيشن. ممكن الكلام ده يكون مبهم دلوقتي ومش مفهوم، بس احنا كمان دقيقتين هنروح نبص على الجراف والموضوع هيتوضح اكتر. بعد ما بنشوف الهايبر بولاريزيشن، هايبر يعني حاجه كبيره، حاجه اكتر، يعني عدينا العتبه، عندنا حاجات اكتر. بعد ما كنا عندنا بولاريزيشن اللي هي عند نيجاتيف 70، لا احنا عدينا النيجاتيف 70 ونزلنا تغوطنا ورحنا عند الهايبر بولاريزيشن. فبيقول لك من كتر ما البوتاسيوم قاعد يخرج لحد ما النيجاتيف زادت اكتر من البولاريزيشن الطبيعيه بتاعه السيل وبقت في حاله هايبر بولاريزيشن. تمام. فبيقول لك انها become slightly more negative، بتزيد more negative عن الحاله بتاعتها than the resting potential. الريستنج بوتنشال زي ما قلنا من شويه هي الحاله النورمال للسيل. فبيقول لك بسبب استمرار الكي بوزيتيف اوت فلو ان هو يخرج. تمام. بعد كده بقى عندنا حاجه اسمها ريفراكتوري بيريود. ريفراكتوري بيريود دي حاجه بسيطه، باختصار بيقول لك ان هو زي يعتبر انت وصلت، يعني انت كنت وصلت لاعلى مراحل طاقتك وقعدت تجري وتتنطط، او بلاش مراحل طاقتك. انا دلوقتي دخلت في شهر الامتحانات، بذلت اكبر مجهود واكبر طاقه وذاكرت اكبر كميه من المذاكره ووصلت للرايزنج فيز بتاعتك والاعلى نقطه. اول ما بتبتدي توصل لاخر يوم امتحانات وتخرج، بترجع لحاله الريبولاريزيشن، بتبدا لحاله الطبيعيه بتاعتك اللي انت مش متعود تعمل فيها حاجه، لحد ما توصل لحاله من الهايبر بولاريزيشن، انت بتضيع وقت حرفيا، لحد ما بتنزل بقى لحاله الريفراكتوري بيريد، ان انت بترجع للحاله الطبيعيه اللي هي النيجاتيف 70، اللي هي مستحيل تعمل فيها اكشن بوتنشال تاني. كمان نفس النقطه دي، انت مستحيل ترجع تذاكر بنفس القوه اللي كنت بتذاكر فيها ايام الامتحانات دلوقتي، لازم تستنى كمان حبه. خلينا نتعرف على الكلام دوت دلوقتي على الرسم البياني او الجراف. اوكي. دوت الجراف بتاعنا. اول حاجه احنا عندنا نيجاتيف 70 دي اللي هي الريستنج بوتنشال بتاع الممبرين. الريستنج ممبرين دي الحاله الطبيعيه، دي الحاله النورمال، دي نيجاتيف 70، هي عايشه في حاله طبيعيه عندنا جوه السيل. حاجات زي حاجات نيجاتيف زي الفوسفور، بروتين ممنوع ان هو يخرج، يعني موضوع في السيل برضو بيكون حاجه سالبه، وحاجات كتير بتكون سالبه. بس عندنا الايون الموجب او الايون البوزيتيف هو عباره عن البوتاسيوم بس. الحاجات النيجاتيف غالبه على اللي جوه السيل. براها بقى في بوزيتيف، اللي غالب عليها هو في عندك ايونات سالبه زي ايونات الكلورايد، بس اللي غالب هي الايونات الموجبه، ايونات الصوديوم. تمام. واحنا في الحاله دي بقى السيل او النيرون بيحصل لها ستيمولس، بيحصل لها زي استثاره، بيحصل لها زي نوع من محفز. اوكي. المحفز دوت مش مهم نعرف انواعه دلوقتي. المحفز دوت بيعمل ايه؟ بيفتح التشانلز بتاعه الصوديوم، التشانلز معينه، التشانلز اللي بتفتح بالستيمولس بس، لحد ما البوتاسيوم لحد ما الصوديوم بيبدا يخرج واحده واحده، لحد ما يقل لنا النيجاتيفيتي ونبقى بوزيتيف، لحد ما نوصل للثريشولد. ايه هي الثريشولد دي؟ قلنا ان هي مقدارها سالب 55 او نيجاتيف 55 بوتنشال ديفرنس. هي دي المكان اللي بيتم فيه ان الصوديوم جيتد بتتفتح، الصوديوم فولتج صوديوم جيتد بيتفتح. عندنا نوعين من الجيتد، قلنا جيتد بتفتح بالستيمولس اللي هو التحفيز، وجيتد بتفتح بتغير الفولتج. اول حاجه عملنا ستيمولس فتحت الجيتد لحد ما وصلنا للثريشولد اللي هي نيجاتيف 55 نيجاتيف 55 فولت، ملي فولت طبعا مش فولت، ملي فولت، وحده القياس معانا ملي. لحد ما وصلنا للثريشولد. الثريشولد ده عمل ايه؟ عمل لنا ان خلى بقيه الفولتج جيتد كلها اللي في الممبرين بتاعه الصوديوم تتفتح، فالصوديوم يقعد يدخل بكثره للسيل، فيزود لنا البوزيتيفيتي، فنطلع الرايزنج فيز بتاعتنا حرفيا اللي هو في نوع من الديبولاريزيشن، نوع من الديكريزنج بولاريزيشن، لحد ما نوصل للاكشن بوتنشال اللي هي تعتبر بوزيتيف 40. كنا عند سالب 70 لحد ما طلعنا
لبوزيتيف 40. ودي الرايزنج فيز بتاعتنا، اللي هو انت بتجري بتاخد اسرع حاجه عندك. بعدها قلنا في 3 حاجات بتحصل. بيحصل الاكشن بوتنشال بتاعنا، تاني حاجه الجيتد بتاعه الصوديوم بتتقفل، وتالت حاجه الجيتد بتاعه البوتاسيوم بتتحفز وتفتح هنا لانها فولتج جيتد، هي كمان بتفتح عند الفولت اللي هي متعوده عليه، او الفولت اللي هي اللي ربنا خالقها انها المفروض تشتغل عنده وتتفتح عليه. تمام؟ ليه بقى؟ عشان البوتاسيوم، هو البوتاسيوم يبتدي يخرج من السيل، يبتدي يخرج من النيرون. ايه يحصل ساعتها؟ يحصل ريبولاريزيشن، نبتدي نفقد بقى البوزيتيفيتي دي واحده 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 واحده، ونرجع نيجاتيف تاني لحد ما نوصل، لحد ما نرجع لاصلنا تاني عند النيجاتيف 70. مش بس كده، البوتاسيوم بيفضل يطلع 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 وبيكونتينيو ان هو يخرج لحد ما بنوصل لحاله اسمها ريفراكتوري بيريد. وصلنا لمرحله ان هو خلاص احنا مش هينفع نعمل ريجنريتنج للاكشن بوتنشال، احنا خلاص لحد بقى ما الحته دي عشان نقدر ان احنا نرجع للريستنج ستيت. ده بيجي دور البوتاسيوم صوديوم بامب او الصوديوم بوتاسيوم بامب. دي ايه فكرتها باختصار؟ ثواني اهي، دي الصوديوم بوتاسيوم بامب. ايه فكرتها باختصار؟ دي بتحتاج انرجي عشان تشتغل. انت عندك دوت اللي جوه السيل، قلنا لك ان هو اللي جوه السيل ان البوزيتيفيتي زادت قوي والصوديوم قعد يدخل تمام. والبوتاسيوم هنا زي ما قلنا ان هو قعد يخرج. تمام؟ ساعتها بقى بيحصل ايه؟ يحصل ان هو البوتاسيوم صوديوم بامب دي بتبتدي انها تاخد الصوديوم من جوه الخليه وتاخد البوتاسيوم اللي بره الخليه وتعمل زي بامب وتدخل البوتاسيوم بره وتكيك اوت الصوديوم بره الخليه. سوري، بتدخل البوتاسيوم جوه وتكيك اوت الصوديوم بره. بتاخد 3 صوديوم ترميه بره، في المقابل بتسحب لها 2 بوتاسيوم تدخلهم جوه. هنحاول فساعتها بقى بنرجع للريستنج ستيت بتاعتنا اللي هي نيجاتيف 70. هنحاول ان احنا نعمل سمري لحوار الاكشن بوتنشال على الصوره دي. تمام؟ دي الريستنج بوتنشال، دي الحاله الطبيعيه للنيورون معانا. اللي بيحصل احنا هنا جوه السيل عندنا بوتاسيوم وشويه نيجاتيف ايونز تانية مخليين السيل في حاله ريستنج. الريستنج ده ايه؟ ان هي تكون حاله طبيعيه وان يكون محافظه على حالتها النيجاتيف اللي هي مقدارها نيجاتيف 70 او نيجاتيف 70 ملي فولت، وبره في شويه ايونات موجبه وشويه ايونات سالبه، بس الغالب هي ايونات الصوديوم الموجبه، وفي حاله من البوزيتيفيتي بره. تمام؟ لحد ما بيجي هنا بيحصل استيمولس. ايه لما بيحصل استيمولس؟ لما بيحصل استيمولس لما بيحصل استيمولس الجيتد بتاعه الصوديوم بعض منها بيتفتح فالصوديوم يبتدي يطلع يجي من بره عند الضغط العالي اللي هنا، يدخل لجوه عند السيل. فالبتاع بدل ما هي كانت نيجاتيف تبتدي تتحول لبوزيتيف وتحصل لها ديبولاريزيشن، ديكريزنج للبولاريزيشن. تمام؟ بعدها بقى لما بنوصل لحاله الثريشولد او حاله ان احنا وصلنا لجهد العتبه بالعربي، بنوصل لحاله سالب 55 ملي فولت. ساعتها احنا بنحفز الفولتج جيتد بتاعه الصوديوم انها تتفتح، فالصوديوم يدخل بكثره اكتر لحد ما نوصل للاكشن بوتنشال لاعلى نقطه فوق في الجراف اللي هي دي عند البوزيتيف 40. تمام؟ فنوصل لحد هنا بيحصل 3 حاجات زي ما قلنا. الاكشن بوتنشال بتاعنا بيكون حصل، تاني حاجه الصوديوم جيتد بتتقفل، تالت حاجه البوتاسيوم فولتج جيتد بتتفتح. ليه قلنا عليها فولتج جيتد؟ لانها بتتاثر بالفولتج، بتفتح وتتقفل على حسب الفولتج. تمام؟ ساعتها ايه بيحصل؟ ساعتها من كتر البوزيتيفيتي اللي جوه البوتاسيوم عايز يهرب، يطلع بره ويسيب الصوديوم جوه، يطلع بره بسبب كميه البوزيتيفيتي. فنبدا نعمل حاله من الريبولاريزيشن، نرجع للحاله القديمه بتاعتنا، حاله البولاريتي، حاله البولاريزيشن، حاله ان احنا محافظين على النيجاتيفيتي بتاعتنا لحد ما بننزل للستيت الطبيعيه بتاعتنا، للريستنج ستيت، ونكمل نروح معديين نازلين لحاله الريفراكتوري اللي هي ريفراكتوري بيريود. تمام؟ بعد ما وصلنا بقى للريفراكتوري بيريود ونزلنا لحاله بعيده عن الستيت بتاعتنا شويه وزودنا في النيجاتيفيتي، وكمان احنا ما عندناش الايونز
الطبيعيه بتاعتهم. الطبيعي ان البوتاسيوم جوه والصوديوم بره. احنا عندنا العكس دلوقتي، الصوديوم هو اللي جوه والبوتاسيوم هو اللي قاعد يطلع بره، والصوديوم دخل لنا او قاعد لنا جوه. ساعتها بقى بعد ما بتحصل الريفراكتوري بيريد بيجي دور الصوديوم بوتاسيوم بامب. دي بتشتغل بايه؟ بتحتاج طاقه. طب ايه الانرجي سورس بتاعها؟ هو الاي تي بي. مع كل جزيء اي تي بي او كل اي تي بي موليكيول ساعتها بيحصل معانا بامب ل 3 صوديوم ايونز يطردوا بره، واثنين بوتاسيوم ايونز يرجعوا لمكانهم جوه السيل. فنرجع تاني للريستنج بوتنشال بتاعتنا، نرجع للنيجاتيف 70، نرجع لان البوتاسيوم جوه حالتنا ونحافظ على حاله النيجاتيف بتاعتنا، والصوديوم يرجع مكانه بره. كده احنا شرحنا البوتنشال ديفرنس. حاولت ان انا اادي اكتر ما استطيع. فلو حد مش فاهم حاجه يقدر ان هو يبعت لي عادي وانا هرد عليه واحاول اساعده باللي اقدر عليه. في نقطه صغيره خالص بس، يعني معلومه بس صغيره، وهي البروباجينيشن للاكشن بوتنشال. يعني بيحصل ازاي او بيمر عن طريق ايه؟ عندنا نوعين: continuous conduction وثلاثاتوري conduction. continuous conduction دوت بيحصل في الان ميلينيتد اكسنز. يعني ايه ميلينيتد دي؟ احنا قلنا فوق في الاستراكشر بتاع النيورون ان عندنا حاجه اسمها مايلين. المايلين ده بيعمل ايه؟ يعني بيكفر الاكسون. احنا عندنا بعض السيلز ما فيهاش مايلين، اسمها ان مايلينيتد. فدي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها كونتينيوس كوندكشن. يعني كونتينيوس كوندكشن يعني كانك كوندكشن في سلك. الاشارات والاكشن بوتنشال بيحصل على طول الاكسون كله بدون اي انقطاع بطريقه كونتينيوس. اوكي، بطريقه ايه؟ كونتينيوس بيحصل along ذا اكسون. الحاله الثانيه هو الساليتاتوري كوندكشن، ودي بتحصل امتى؟ في الميلينيتد اكسونز، اللي هي الاكسونز اللي بتكفر بالميلاين. ليه؟ لان هي عندها شويه جابس اللي قلنا عليها نود اوف رانيفيرا. لو نسيها تقدر ترجع لاول الفيديو تاني. النود اوف رانيفيرا دي بتعمل ايه؟ بتقدر انها تخلي المسج تجامب من نود لنود تانية، تجامب من نود لنود تانية. فبيقول لك ان هي بتبقى مش كونتينيوس زي اللي فوق. كونتينيوس دي حصلت على طول along the axon، انما الساليتاتوري كوندكشن ده بيحصل بتنط من نود لنود تانية. وده بيقول لك يعني greatly increasing the speed of conduction، بيزود سرعة الكوندكشن كتير، لان انت بتنط من نود لواحد من نود لتانية من نود لتانية. انما الكونتينيوس انت هتاخد الاجزام كله في وشك. كده يعتبر احنا اتعرفنا شوية على النيورون، عرفنا هي ايه، عرفنا الاستراكشر بتاعها، اتعرفنا شوية عن الفانكشنز بتاعت الاستراكشرز، عرفنا التايبس بتاعتها، عرفنا اشكالهم، عرفنا يعني ايه ريفلكسز، الفرق بين الكومبلكس ريفلكسز والسمبل ريفلكسز، عرفنا مع بعض يعني ايه اكشن بوتنشال، ايه تعريفه، الديفينيشن بتاعه، ايه فايدته، ايه هي الريستنج ممبرين بوتنشال، الستبس ستيب باي ستيب بتوع البوتنشال الاكشن بوتنشال، وشرحناه على الجراف، وكمان شرحناه على الصوره دي عن طريق فكره المرور بتاع الايونز. وفي النهايه عرفنا البروباجينيشن بتاع الاكشن بوتنشال. كده احنا وصلنا للنهايه. اتمنى ان الفيديو ما يكونش طويل وما يكونش فيه معلومات دسمه. لو حد فيكم حس ان المعلومات تقيله ممكن يقدر ان هو يعيد الجزء تاني. لو حد ان هو معلق معايا ومش فاهم حاجه تقدر ان انت تبعت لي. اتمنى لك كل التوفيق. يعني لو وصلت لحد هنا فبجد عاش، برافو، كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.